لو ابنك مش بيذاكر ومش مركز وكل ما تمسكي الكتاب تحس إنك بتتكلمي مع الحيطة، استني قبل ما تلوميه، لأنك ممكن تكوني بتعملي 3 أخطاء بتدمر تركيزه من غير ما تحسي. خليني أبدأ بصراحة، مشكلة عدم المذاكرة وقلة التركيز مش مشكلة طفل، دي مشكلة بيت كامل. أغلب الأمهات بتيجي تقولي ابني ذكي بس مش بيركز، بنتي فاهمة بس مش بتمسك الكتاب، بصرخ، أهدد، أعاقب ومفيش نتيجة. طيب اسمعيني بقى، الطفل اللي مش بيذاكر غالباً مش عنيد ولا كسول، هو واحد من 3. السبب الأول، الطفل مش فاهم ليه يذاكر. هو سامع طول الوقت ذاكر عشان تنجح، ذاكر عشان مستقبلك، ذاكر عشان تطلع الأول. بس ده كلام كبير عليه، هو مش شايف مستقبل، هو شايف ضغط وخناق وخوف. الحل، خلي المذاكرة ليها معنى بسيط، نذاكر علشان نعرف نجاوب، نذاكر علشان نحس إننا شاطرين، نذاكر شوية ونرتاح. السبب التاني، دماغه مش فاضي. طفل طول اليوم شاشة، ضوضاء، زعيق، أوامر. تحب يركز إزاي؟ الحل، 10 دقايق هدوء قبل المذاكرة، من غير موبايل، من غير تهديد، من غير خلصي بسرعة. السبب الثالث الأخطر، الخوف من الفشل. في أطفال مش بيذاكروا عشان ما يتحاسبوش، أيوة، هو بيهرب، لأنه لو ما ذاكرش يساوي محدش هيحاسبه، لكن لو ذاكر وغلط يساوي أنت غبي، مش فاهم، ليه كده؟ الحل، غيري الجملة، أكس، أنت ليه كده؟ تك مكاني، غلطك ده طبيعي، نصلحه سوا. الخلاصة الذهبية، طفلك محتاج أمان، تشجيع، نظام بسيط، مش محتاج صراخ ولا مقارنات ولا تهديد. لو الكلام ده لمس قلبك يبقى أنتي أم واعية، وفي الحلقات الجاية من دفتر نصائح ماما هنتكلم عن إزاي أعمل نظام مذاكرة من غير خناق، إزاي أرجع ثقة ابني في نفسه، وإزاي أخلي المذاكرة أسهل من اللعب. اعملي متابعة وفعلي الجرس علشان ما يفوتكيش ولا حلقة.